هموت نفسي خلاص، مش قادرة اتحمل العيشة معاه، ارحموني بقى من الجوازة دي. تخيلوا كده، قصة حب وانبهار وحلم يتحول لكابوس. ده اللي عاشته شمس البارودي. كتير مننا فاكر ان حسن يوسف هو الراجل الوحيد في حياة النجمة شمس البارودي، وان هو حب العمر كله. لكن الحقيقة انها اتجوزت قبله، ومش اي جوازة، دي اتجوزت من امير سعودي، يعني سلطة ومال، واي حاجة بتعوزها بتاخدها. بس تخيلوا بقى، الحلم الجميل ده اتحول لكابوس صعب. شمس البارودي اتجوزت من الأمير خالد بن عبد العزيز آل سعود، وده سنة 1969، بعد ما وقع في حبها وقال لها كل اللي هتطلبيه هيحصل. وفعلا عمل لها فرح أسطوري، لكن في نفس الوقت كان سري، وما أعلنتش الخبر للصحافة والإعلام إلا بعد فترة. وسافرت معاه دول كتير. مش بس كده، ده جاب لها كمية ذهب وهدايا مش طبيعية. بس الجوازة دي علمت شمس حاجة مهمة جدا، إن الفلوس والنفوذ مش كل حاجة. ورغم حبه الشديد ليها، لكن ما كانش فيه أي تفاهم بينهم. تخيلوا، دي حاولت تنتحر مرتين. مرة خدت كميات كبيرة جدا من الاسبرين، والمرة التانية قطعت شرايينها، وكانت بين الحياة والموت فعلا. وفي كل مرة كان الأمير بينقذها، وهي كل ما تفوق من كل محاولة انتحار، بدل ما تشكره انه انقذ حياتها، تقول طلقوني منه، مش عايزاه خلاص، ومش هكمل في الجوازة دي. الأمير حاول يستعين بأصحابها عشان يقنعوها إنها تكمل في الجوازة، بس هي كانت مصرة إصرار غريب على الطلاق، لحد ما في يوم وافق إنها تروح تريح أعصابها عند أهلها. بس هي راحت وما رجعتش، وقالت لهم هتطلق يعني هتطلق، لو حصل إيه أنا مش راجعة. الأمير ما كانش قدامه حل وقتها غير الطلاق، وده بعد جواز استمر لمدة 3 شهور بس. مش بس كده، ده دفع مؤخر صداق وقتها 15,000 جنيه. وقدرت شمس البارودي إنها تتخلص من الجوازة دي خالص، اللي رغم إن ناس كتير كانت شايفاها حلم وإنجاز، بس هي كانت شايفاها كابوس وعذاب. الأمير السعودي حاول ينسى شمس البارودي ويشيلها من دماغه ومن حياته، وبصراحة ما نجحش في ده إلا لما وقع في حب نجمة جديدة وهي صباح. بس عيلته رفضت الجوازة دي، وطبعا انتهت بعد شهور قليلة جدا بالطلاق. المفاجأة بقى إنه رغم كل اللي حصل، حب الأمير وإعجابه بالفنانات ما انتهاش، ووقع في حب سهير رمزي، واللي قالت إنه اتجوزها، بس الجوازة كانت في السر لأنه كان قلقان من رد فعل عيلته. سهير قالت كمان إنها وقعت في حبه وما اتجوزتهوش عشان فلوسه خالص، بس انفصلوا بهدوء لأنها كانت منزعجة جدا من فكرة الجواز في السر. في النهاية بقى، انتوا شايفين إن الأمير السعودي حب فعلا شمس البارودي وهي اللي تخلت عنه؟ شاركونا في التعليقات.